هاي بنات، عاملين ايه؟ انا مريان سمير، بعمل فيديوهات عن الميك اب والعنايه بالبشره والشعر، والنهارده هقولك ازاي تخلي ريحتك حلوه وتفضل ثابته لساعات في 3 خطوات. ويلا بينا نبتدي. في فيديو النهارده بقى هقولك ازاي تخلي ريحه جسمك حلوه وثابته معاكي لساعات وتبقي مبسوطه ومنتعشه لمده طويله. اول خطوه طبعا واهم خطوه هي تنظيف الجسم. تنظيف الجسم من اساسيات اللي تخلي جسمك ريحته حلوه، كمان تخلي ملمس جلدك انعم ونظيف. اهم حاجه وانت بتاخدي شاور ان جلدك يكون ما فيهوش خلايا جلد الميته، ما يكونش ملمسه خشن، وفي نفس الوقت يكون ناعم ومترطب وريحته حلوه بمجرد بس ما تخلصي الشاور. وانت بتختاري الشاور جل لازم يكون فيه مواصفات ان هو ينظف كويس جدا، لان في انواع شاور جل ما بتنضفش بس بترطب الجلد فتحسي ان انت لسه ملزقه، في انواع تانية بتنضف جدا بس بتنشف جدا وتخلي جلدك مغير لمجرد بس بتعملي كده بتطلعي خلايا جلد ميته. في شاور جل تانية بتبقى ريحتها مش ثابته وبتخلص معاكي بسرعه. انا الفتره دي بستخدم شاور جل اسمه اكتافيتا. الشاور جل ده بينضف كويس جدا جدا من غير ما ينشف الجلد خالص. الريحه بتاعته مش بقولك مفحفحه، انت والجيران هتشمي ريحه المفحفحه دي، ريحه قويه جدا تثبت معاكي في الجسم. اول ما بتشميه قبل ما تفتحيه بتلاقي كده ريحه ميه ورد، بس اول ما تاخدي بامب منه وتشمي ريحته ريحه ورد نظيف، ريحه ورد غالي، كانك ريحه ورد. انا مش من عشاق الورد قوي بس فعلا انا حبيته قوي، لان ريحه الورد تحسي ريحه الورد نظيفه غاليه بنت ناس كده، مش مجرد ريحه ورد وخلاص او ميه ورد وخلاص. انا بقى بستخدمه ازاي؟ اول حاجه باخد 2 بامب. تعالوا بقى اوريكم الرغوه وافضل انا منتعشه بريحه وانتوا لا. بصي كميه الرغوه بس من 2 بامب عامله ازاي، بينظف. بتاخدي كميه صغيره بتنظف الجسم كله. ده كده بمجرد ايديا من غير ليفه من غير ما ترغي جامد عملت كل الرغوه دي، جسمك كده بينتعش وبينضف معاكي جدا جدا، بينضف فعلا الجسم تماما. بعد ما شطفته ملمس الجلد ناعم ومشدود ونظيف من غير ما ملمس الجلد ينشف معاه. الجلد لما بينشف بيشقق وبيعمل تجويره بيضه، الجلد هنا ناعم ومترطب ومشدود والريحه ثابته، مش مجرد شطفته بس الريحه اختفت تمام من على الجلد. الجلد نفسه ريحته حلوه جدا جدا. الشاور جل حجمه كبير جدا، حجمه لتر. عارفه يعني لتر؟ يعني انت واولادك وجوزك، ايوه جوزك حتى لو ورد خلي هو ريحته ورد ومفحفحه في البيت كده. بعد ما شلنا الريحه الوحشه من العرق وتعب اليوم كله، عايزين بقى نرطب الجلد وتخلي ريحه الجلد نفسه تبقى ريحه حلوه قوي ومترطبه قوي قوي. لازم تستخدمي اللوشن يرطب الجلد كويس، يبقى سريع الامتصاص للجلد، وبعد كده يسيب لمعه حلوه وريحه حلوه تفضل معاكي لساعات، وكمان كميته تكون كويسه عشان تجفي معاكي الجسم كله. وانا بستخدم اللوشن من براند اسمها ميلانو اسمه بينك بيتل. اللوشن ده بيرطب الجلد جدا، ملمسه خفيف سريع الامتصاص وبيتوزع حلو قوي على الايد كلها. بيستخدم ازاي؟ طبعا بعد ما تطلعي من الشاور وريحتك حلوه ولسه جسمك مندي، عايزاه كده طري وفيه كده شويه ميه خفيف خلاص، وبتاخدي شويه من اللوشن كده افرديه على ايدك كلها. الريحه مش عايزه اقول لكم انا شامه ايه، ريحه ثابته ريحتها حلوه. بصي انا حاسه باحساس الخوخ على فانيليا على شويه من الورد، الريحه شيك قوي. انا ما بحبش الريحه اللي تكون تقيله قديمه كلاسيك، لا بحب الحاجه تكون فريش وريحتها حلوه. انا شامه ريحه فريش فظيعه. لما تيجي تفرديه بيقعد معاكي شويه حاجه بسيطه جدا وهو بيتفرد، بس ده السمك المظبوط انه يكون للجلد عشان يبقى قاعد معاكي على الجلد نفسه، مش مجرد بس حاجه خفيفه تروح بسرعه وخلاص، لا يفضل يرطب الجلد معاكي كويس ويديكي اللمعه اللي انت شايفاها دي. شايفه جلدي عامل ازاي؟ انت ولا حاطه هايلايت ولا حاطه اي زيت ولا حاطه اي حاجه غير لوشن خفيف وريحته حلوه حلاوه، انت ريحتك مسكره. المفاجاه بقى ان المرطب ده مش مجرد كريم مرطب او لوشن يرطب الجلد وخلاص ومكروتين الدنيا. اولا فيه هيدرونيك اسيد، والهيدرونيك اسيد من اهم الحاجات اللي بتجذب الميه للجلد وبيرطب الجلد جدا جدا ترطيب عميق. فده الترطيب الداخلي للجلد، غير ان هو فيه فيتامين اي للترطيب مضادات اكسده، وغير كمان فيه زبده الشيا اللي ترطب لي بقى ترطيب عميق للطبقه الخارجيه. الريحه ثابته وقت طويل، وكمان الترطيب ثابت معاكي لتاني يوم، جلدك مترطب لغايه ما تاخدي الشاور اللي بعده جلدك مترطب وناعم وريحته بامانه حلوه وخفيفه قوي. الفكره هنا ان هو 2 في 1 يعتبر، اكنك جايبه بادي لوشن حلو وريحته حلوه جدا، بس كمان جايبه مرطب حلو قوي وطبي فيه هيدرونيك اسيد وفيتامين اي وزبده الشيا، اكنك ضربتي الاثنين في واحد واداكي الكريم ده.
طب دلوقتي احنا غسلنا كويس ورطبنا كويس وريحه جسمنا حلوه، طب عايزين نثبت الريحه دي اطول وقت ممكن لغايه تاني يوم، هنعمل ايه؟ لازم نرش سبراي، السبراي ده يثبت معاكي الريحه اكتر وتقدري حتى تعملي ريفرش لنفس الريحه. فانا بستخدم البودي سبلاش بتاع نفس اللوشن عشان تديني نفس الريحه انها تفضل معايا وقويه. السبراي ده ريحته بقى مش مفحفحه، ريحته قويه جدا جدا وفي نفس الوقت ما بتوجعش اللي هو ريحه تتضايقي منها، لا بالعكس ريحه حلوه وريحتها شيك وسريع بقى الرش اللي هو كده خلاص شكرا. والريحه فظيعه، ريحه نفس الريحه خوخ على فانيليا على ورد، والريحه حلوه فعلا، وده اللي يفضل بقى معاكي في شنطتك طول الوقت، فشي 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 فشي، الريحه حلوه. فالاوبشن ده عجبني، الروتين كله على بعضه سعره حلو جدا، موفر جدا جدا، كميته حلوه قوي، وكمان الثبات عجبني والترطيب وان هو فيه فيتامينز وفيتامين والهيلورونيك اسيد خلاني مشدوده ليه جدا جدا وبيرطب جدا. لو عروسه هتحتاجيه، لو بنوته صغيره ولسه بتهتم بنفسك هتبقى تحتاجيه وعلى قد ميزانيتك، وطبعا لو مامي وعندك عيال كتير هاتيه وهيكفي معاكي طبعا الشاور جيل ويوفر معاكي كتير جدا. بس كده، وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تابعوني على انستجرام مريان.سمير.لولا، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب. لو عندكم اي اسئله اكتبوها وانا هرد عليكم على طول. باي باي.